عمرك حسيت بألم في كتفك الشمال وقلت أكيد نمت عليه غلط؟ طب لو أقولك إن في ناس جالها جلطة في القلب وما حسيتش بولا وجع في صدرها، الوجع كان في كتفها بس. الفكرة ببساطة إن مش كل جلطة في القلب بتيجي بوجع في الصدر، أحيانا الجسم بيبعت الإشارة في أماكن تانية لأن الأعصاب مشتركة. العلامات اللي لازم تقف عندها لما يجيلك ألم في الكتف الشمال ملوش سبب واضح، أو ألم في الفك أو وجع في الظهر في الجزء العلوي، وكمان بيجي معاهم نهجان من أقل مجهود، تعب غريب، عرق بارد، دوران أو غثيان، حتى لو الصدر مفهوش أي وجع. ده اللي بنسميه اتيبيكال هارت اتاك، يعني الجلطة جت بس بشكل مش تقليدي. طيب مين الناس الأكثر عرضة؟ مرضى الضغط، مرضى السكر، خصوصا لأن الإحساس بالألم عندهم أضعف، والمدخنين، وكمان اللي عندهم تاريخ في العيلة لجلطات القلب. وخلي بالك لو الألم مستمر ومعاه نهجان أو عرق بارد، ما تستناش، ده مش وقت نشوف بكرة، لازم تروح لأقرب طارئ فورا، لأن أهم حاجة هنا الوقت. ألم الكتف مش دايما نومه غلط، وساعات الجسم بيستغيث بطريقته. وخليك فاكر، معلومة طبية واحدة ممكن تنقذ حياتك. والسلام عليكم.